شبابنا الاخبار يا شباب، لسه مخلص بتاع حجز خماسي حالا، بس ما اعتقدش ده هيفرق قوي يعني في الريفيو بتاع النهارده عن اهم اجهزه من ريلمي في السوق المصري بتنزل كل سنه، وهي سلسله الريلمي رقم ريلمي 15 والريلمي 15 برو. الحقيقه انا مؤخرا ببدا ريفيوز بالكاميرات عشان هي اهم حاجه زي ما قلنا في استخدام الموبايل مؤخرا، لكن المره دي يعني خليني اخليها للاخر شويه عشان فيها شويه كلام وعندي شويه تعليقات هفهمها لكم في الاخر. خلينا نبدا الاول بتصميم الموبايل العادي والشاشه والاداء والكلام ده. ال 15 العادي واخد سكه مستقره اكتر، تصميمه مطفي تماما وبسيط، ولونه تحس كده في حته بتنجان كده، بتنجان وايه حوالين الفريم في لمسه تيتانيوم كده، وحوالين الكاميرات عطى شكل عبقري بصراحه. الحلو في ده ان هو هيستحمل مش هيتخربش، وان هو ما بيبصمش نهائي، وان الجهاز ابعاده حلوه مسكته حلوه في الايد كده، زائد ان هو مقاوم للصدمات والميه كعاده ريلمي في اجهزتها الاخيره، وتش حاجه على فكره انا مبسوط بيها في الفئات السعريه دي. البرو بقى انا بحس ان الموبايل ده ملوش لون، او ملوش عارف الحاجه المصمطه زي الصب او زي الحجر. وفي نفس الوقت احسه قطيفه، مصنوع من ماده كده غريبه، حتى ما بتعكسش الضوء تماما، ما بتبصمش طبعا وما بتعكسش الضوء. يعني حطيت ضوء هتلاقي كده اللوجو هو اللي بينور، والجهاز ما فيش. حلوه وفخمه وعطي طبعا فخامه، بس غير بقى غير العادي. الموبايل ده رفيع جدا، واخد كيرفات من ورا ومن قدام، الشاشه فيها ايدجز شويه عشان بقى برو بتاع. ده مخليني مش مرتاح قوي في مسكه الموبايل بصراحه. والازرار بتاعته ضغطاتها صعبه، يعني صعبه، لا فيها كليكايه ولا بتعرف تبقى حسيت ان انت ضغطت على حاجه. في حاجة بس في التصميم ده غريبة خلينا نتساءل ازاي عملوها، هنرجع لها قدامي شوية، وهي البطارية. 7000 ملي امبير، ازاي يا معلم عملتها في الرفع ده قبل طايره والدنيا ان هي عملت لنا الايفون اير اللي بالمناسبه الريفيو بتاعه شغالين عليه. الاجهزه دي بالمناسبه برضو فيها نظام تبريد عشان يحافظ على سخونه الاجهزه مع تردد الشاشه السريع اللي فيها اللي هقول لكم عليه، وحجم البطاريه الكبير جدا كان لازم الموضوع ده يبقى موجود هنا. لو خدت بالك برضه هتلاقي الموبايلات دي فيها كام حاجه غريبه، زي ان الفلاش فلاشين، وزي ان في دايره او حلقه كده حوالين الكاميرا. الحاجتين دول يا سيدي، الفلاش مثلا بيعمل لون مختلفين، لون وورم ولون كول زي ما قلنا قبل كده عشان تتحكم فيهم وانت بتصور. ده بيغير على فكرة من شكل الصور ومن تونها، يعني يخليها باردة شوية او دافية شوية. الرينج بقى اللي حوالين الكاميرا دي ما تفهمش دي بقى ايه. دي بقى ار جي بي رينج، بتقعد تنور لما بتقعد تخصصها بقى، تقول له مثلا لما الموبايل يشحن خليها بتديني احمر، لما يوصل فوق مش عارف كام خليها تديني اخضر، لما يجي لي اشعارات خليها تديني مش عارف ايه، مش يعني ماشي. نقلب الاجهزه بقى ونلاقي ان واحده من الحاجات اللي بتخلي السلسله دي دايما متكامله في الفئه دي ان هم بيزقوا فيها. يعني السنه اللي فاتت مثلا كانوا عاملين اجهزه خطيره جدا وخلاص، هو من ناحيه الشاشه هو متكامل جدا، مش عاوز اكتر من كده. لا السنه دي قال لك تجي في لسه تجيب حته كمان. عملوا الشاشه الحواف بتاعتها قليله جدا في البرو وفي العادي. البرو طبعا حوافه اقل شويه. الاتنين اوليد، الاتنين السطوع بتاعهم عالي جدا، الاتنين فيهم اولويز اون ديسبلاي، والاتنين فيهم بصمات شغاله كويس قوي. كل ده شفناه قبل كده عادي، بس اللي بنشوفه معاهم بقى هو ال 120 هرتز او التردد السريع. المره ده قالك لا فيها كمان ل 144 هرتز على الجهازين البرو والعادي. 144 هرتز بتدي سلاسه اكتر، وبتساعد الموبايل ان هو يجري في ايدك كده انعم، واكيد بتساعد في تجربه الالعاب كمان. في بعض الالعاب طبعا بتدعم 144 هرتز، بس دي قليله قوي في هذا العالم يعني. ايا كان هي حاجه مش تفرق قوي وانت ممكن ما تحسهاش، بس الحلو هنا اللي انا بقدره ان هم بيدوا اكتر. يعني هو كان ممكن يخليها 120 وخلاص. شاشه بكواليتي عاليه، التفاصيل الشاشه نفسها عاليه مع كواليتي تقريبا 1.5K. في نفس الوقت لو فكرت فيها ما هو ده ممكن يأثر على البطارية. راح عامل لك بطارية 7000 ملي امبير في الموبايلين. الكلام ده اكيد مع معالجات قوية، او نقدر نقول معالجات منافسة في الفئة دي، مع 144 هرتز والواجهة بتاعت ريلمي. الدنيا سلسة جدا ومفيش فيها اي تعليقات، بتتحرك بتروح وتيجي. الكلام ده في البرو. في العادي لا محسوس شوية ان هو مش موبايل فلاجشيب يعني، او حتى مش فلاجشيب قديم، لا هو موبايل متوسط، ودي محسوسة فيه بصراحة، سواء في الالعاب او سواء في التنقل بين الابليكيشنز. برضو موضوع الاعلانات انا مش فاهم ايه موضوع الاعلانات ده.
موجود في الاتنين على فكرة. وخدت بالي ان في كذا ابلكيشن جديد ريلمي ضافتهم في السوفت وير بتاعهم مؤخرا، زي ابلكيشن الترجمه. بقى في اب كده ترجمه هم اللي عاملينه، ده مش حاجه انت محتاج تنزلها. لا، موضوع الترجمه ده هم واخدين بالهم منه، حتى في الوقت اوبشن انت تاخد الترجمه دي تخليها بره على الشاشه صغنطوطه كده، بوب اب كده، يقعد بقى معاك، يقعد اي حاجه انت عاوز تترجمها بتروح ضغط عليه بس وتك تك. ده غير طبعا موضوع بقى ان انت تقدر تتحكم في اللوك سكرين الوقتي، وتغير شكل الساعة، وتغير الحاجات اللي شفناها في السوفت ويرز مؤخرا، اللي ما زال وانا مبسوط ان هو مستقر وسلس وما بيلعبوش فيه كتير. سامسونج مثلا على سبيل المثال، او حتى ابل مؤخرا بقت تقل في السوفت ويرز بتاعها، وبتخليه كول وجامد وكل حاجه شغال على الاجهزه العاليه مفيش مشكله. بس طب والاجهزه المتوسطه مع بيبقى صعب، بيبقى تقيل عليها. ريلمي لا، ريلمي مكمله على السوفت وير بتاعهم زي ما هو، لان هي خلاص هي فاهمه وشايفه ان ده اللي شغال على الموبايلات المتوسطه بشكل كويس. هجيبك. طيب الكاميرات بقى معلم، الكاميرات عندك 3 كاميرات في الجهازين، وسيستم 50 ميجا بكسل وبتاع، وشغل جديد بالاي اي ومش عارف ايه. لكن الكاميرا نفسها ككاميرات بقى، خلينا نتفق ان في فرق كبير بين الريلمي 15 العادي والريلمي 15 برو السنه دي، من تجربتي الشخصيه، سواء الوايد سواء الاساسيه سواء الايه، مفيش ايه بقى، خلاص هما الاتنين مفهومش كاميرا زوم. بسم الله كده، مش قادر احدد ده ليه بصراحه. المنافسين كلهم في السوق دلوقتي بقى الكاميرا الزوم دي شيء رئيسي جدا. في زوم في الموبايل، في 2 اكس زوم، وتقدر تزوم الكلام ده عادي، بس الحقيقه ان مفيش لينس زوم حقيقيه بتعمل زوم اوبتيكال، مفيش. كل الكلام ده بيتم ديجيتال، بغض النظر ان اداء كاميرات البرو خطير في الصور وفي الفيديوز، بس انا بتكلم حته الزوم. ولما تيجي تبص للجهازين جنب بعض، لا في فرق كبير جدا طبعا لصالح البرو. العادي كاميراته متوسطه، ممكن لو قارناه بجهاز تاني في الفئه المتوسطه يبقى يسد قصاده مفيش مشكله، لكن انا دلوقتي بتكلم على الاتنين لو انت هتختار واحد منهم. البرو لا، البرو بيطلع صور خطيره سواء الكاميرا الاساسيه او الوايد انجل لينس. عاوز اقول لك ان انا خدت صوره بالكاميرا الاساسيه للبرو ده، وال16 برو الايفون ده، جزء كبير جدا من الناس اختار الريلمي عن ال16 برو، مع لا اديت لهم اي هنت ولا قلت ايه، حطيت الصورتين وقلت لهم اختاروا. شفت يا باشا، لما ما بتشوفش انت البراند بعينك بتختار لو كنت كاتب ايفون في الموضوع كانت النتيجه بقت حاجه. الريلمي العادي محتاج شويه ابديتس على الاقل، تظبط الوان الكاميرا وتظبط الشاربنس اللي فيها، لان فيها شويه مشاكل. بالنسبه لتصوير الفيديو، فالريلمي العادي بيصور 4K وده كويس لكنه اخره 30، والريلمي طبعا البرو بيصور 4K 60 والوانه مشبعه واحسن اكيد من العادي. وما تقدرش تنقل طبعا بين اللينسات في العادي، لو جبت الوايد مثلا هيقوم جاي ناقل لل 1080. برو تقدر تتنقل بين اللينسات كلها في ال 4K عادي خالص، لان هو بيدعم 4K على كل اللينسات. الفكره ان ريلمي المره دي مكمله بقى، بعد ما تاخد الصور دي عاملين قصص في السوفت وير وتخلي الموبايلات دي والكاميرات معاصره للقصص اللي احنا فيها والاي اي والكلام ده. في حاجه في السوفت وير دي اسمها جني، من الجن بقى والامنيات، ويحقق لو ضغطت عليها تقدر تقول له دلوقتي كلام بالمايك كده، تقول له اعمل لي، حط لي شويه سحاب في الصوره، بيدي امر حرفيا للاي اي. الراجل طيب ده عاوز شويه سحاب في الصوره، اعملهم لي كذا كذا كذا، ممكن كمان يظبط لك الفريم لو انت عاوز الفريم يتظبط شويه. كل ده كلام جميل ومتطور ويلا بينا ومعاصر كل حاجه، لكن الصور بعد البروسيس دي غير صالحه للاستخدام خالص تقريبا. دي حاجه لسه هم ما عملوهاش ابديت، المفروض يتعمل لها ابديت. الصوره اللي بكواليتي عاليه تبقى متاخده بالموبايل، لما تعمل عليها حوارات الاي اي دي بتتهلك. بس لحسن الحظ هو بيقول لك ان تسيف نسخه من الصوره، فيبقى عندك الصوره بالكواليتي الكامله ونسخه تانية بالاي اي فيتشرز والكلام ده لو انت يعني عاوز. ماشي، واحده من الحاجات اللي مهمه قوي بقى في السلسله دي، امتى بنسمع رقم 7000 ملي امبير ده على اي موبايل في الدنيا؟ فلاج شيب بقى مش فلاج شيب، عريض مش عريض، رفيع مش رفيع، احنا ما بناخدش بالنا يا جماعه ان هم دلوقتي عاملين تكنولوجيا قويه جدا في الموبايلات دي، بالسمك ده وحجم البطاريه دي، مع الحفاظ على انه يكون موبايل عادي خالص، عادي مفيش فيه اي حوارات ولا ضخم ولا مش عارف ماله.
ريلمي على فكره عندها تكنولوجيا مسبقه في موضوع البطاريات دي اظن يعني، لان حتى بيعمل لك الموبايل دلوقتي شغالين عليه 15000 ملي امبير باين حاجه كده. فبطاريه ما اقدرش اتكلم عليها 7000 ملي امبير ما فيش غلطه، الاجهزه بتعيش وشويه حلوين كمان على اللي انت محتاجه. هتنسى قصه البطاريه دي خالص حتى وانت مفعل 144 هرتز، بس خليها على الاوتو اكيد ما تسيبهاش. الكلام ده مع الشحن سريع في البرو 80 واط وفي العادي 45 واط، الاتنين سريع بس طبعا في فرق كبير، في واحد سريع قوي في واحد سريع. بس نفسي بس يتخلصوا من موضوع اليو اس بي اي اللي موجود في الشاحن. ليه بعد كل السنين والتطور وال7000 والكلام ده هو لسه حاطط لي يو اس بي اي؟ يعني ما عادش حد بيستخدم عموما هي اجهزه نقدر نقول متكامله قوي من كل النواحي. هو بيحاول يمسك العصايه من النص في كل حته، وده ممكن يعني يبقى مناسب للناس كتير، انا ما اعرفش، انا وجهه نظري الشخصيه. بس لو كان في كاميرات زوم محترمه في الاجهزه دي او حتى متوسطه. بس يا باشا انا كده خلصت، تقدر بقى تفضل هنحط بقى البتاع ده اهي اللي نسيت احطها من اول الفيديو. ثانيه، يلا بقى اتفضل.